معنا مباشرة الآن الرئيس سعد الحريري في اتصال هاتفي. مساء الخير دولة الرئيس. مساء النور. تعازينا لك دولة الرئيس في هذا المصاب الكبير، ماذا تقول في وسام الحسن؟ بدي أقول إنه بنع كل اللبنانيين باسم العائلة، عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وباسم التيار المستقبل، وباسم كل الأحرار بلبنان، خيي وصديقي ورفيق دربي العميد الشهيد وسام الحسن، رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي. أقول وسام كان رفيق الرئيس الشهيد الحريري وصديقه، كما كان بمثابة الأخ لنا جميعا بالعائلة. العميد الحسن ومن لحظة الاغتيال رئيس الشهيد رفيق الحريري عمل ليل ونهار لحتى يكشف حقيقة الجرائم والاغتيالات والتفجيرات اللي استهدفت لبنان واللبنانيين وقياداتهم. كان العميد وسام الحسن صمام أمان كبير والرئيسي للبنانيين، كما كان بشكل لهم طمأنينة بعد ما كشف الكثير من الشبكات الإجرامية. سجل العميد وسام الحسن كثير من الإنجازات، وآخرها كشف مخطط نظام بشار الأسد لتفجيرات واغتيالات بلبنان، غير ميشيل سماحة، عبر ميشيل سماحة الموقوف، وعبر علي مملوك وغيرهم. بالتالي فإن من اغتال وسام الحسن مكشوف كوضح النهار. أنا أكيد أن الشعب اللبناني ما حيسكت على هالجريمة البشعة، وأنا أيضا سعد رفيق الحريري بتعهد لكم بأني مش حأسكت ومش حأهدى. وسام الحسن الله يرحمك ويصبر أهلك ويصبر أمك وبيك وعائلتك كلها، نحن حنشتاق لك. دولة الرئيس، بال 2005 بس سؤال صغير، بتذكر بعد لحظات من استشهاد او دقائق او يمكن ساعه من استشهاد الرئيس رفيق الحريري سالوك CNN مين بتتهم؟ قلت لهم وقتها اتس اوبفيوس، واضح من عامل الجريمه. هلا قلت كمان وضوح الشمس، فيك تقول مين بتتهم؟ بشار حافظ الأسد. شكرا لك دولة الرئيس.